وهو يا سيدي العدد وصل لك. لو حدثت الصفحه كده العدد ما بيخلصش، افضل حدث الصفحه برضو معاك كده، العدد مش هيخلص. وده الجزء التاني من سلسله انك ازاي تزود المتابعين بتوعك لاكتر من 5000 متابع في اقل من 10 دقائق، كجزء تاني طبعا للجزء الاول اللي ضرب معانا. يعني افضل حدث، ببص انت وانت قاعد كده افضل حدث على المتابعين اللي هتجيلك. صباح الفل، ازيكم يا شباب؟ الاخبار ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال. معاكم بيدو حسن. النهارده بقى رجعت لكم بفيديو مميز. عايز اقول لك انك من خلال الفيديو ده هتزود عدد متابعين من موقع لا يحق اصلا له انه يعمل تجربه مجانيه، لانه اصلا بفلوس. شفت لا يحق دي جامد في اللغه العربيه. بس العبد لله معاه مفاتيح اي اقفال مقفوله، وجبت لك من الموقع ده تجربه مجانيه لمده 24 ساعه لزياده متابعين ولايكات، ومن غير ما تدفع جنيه واحد. جنيه ايه يا ابني؟ ربع جنيه، مش هتدفع حاجه خالص. عجبك الموضوع؟ زود يا باشا، اشحن في الموقع، ادفع فلوس، خد خدمه، قول له سلام عليكم. ما عجبكش التجربه المجانيه قول له برده سلام عليكم من غير ما تدفع اي حاجه. طب انت دلوقتي جاي تبيع لي الهوا؟ والله ما جاي ابيع لك حاجه. كل اللي انا طالبه منك شوف الفيديو من اول دقيقه ما بيبدا لحد ما دقيقه ما بيخلص عشان تفهم كل حاجه بالتفصيل. والنبي ما تجريش بعد 50 ثانيه من نزول الفيديو تقول لي الطريقه ما نفعتش وزود لي، اوعى ازعل منك. رابط الموقع هسيبه لك في اول كومنت مثبت مباشر، من غير رابط تليجرام ولا رابط مدونه ولا رابط مختصر. احنا مش بتوع وجع دماغ، انتوا ناس برضو وقتكم مهم بالنسبه لي، وحابب ان انا اديك المعلومه واقول لك سلام عليكم وهروح اتكل على الله بقى وامشي. يعني انزل بس في اول كومنت هتلاقيه مباشر. صلي على النبي، اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، فعل زر الاشعارات على الكل، ركز معايا. وزي ما انت شايف كده متابعين وصلت قدام عينك، عشان ما تجيش تتكلم معايا وتقول لي المتابعين ما بتوصلش. يلا بينا نبدا فيديو النهارده، يلا بينا. قبل ما ابدا الفيديو بس ثانيه واحده، عارف والله ان انا ازعجتك، معلش. كل اسبوعين ان شاء الله الموقع ده هيعمل لك تجربه مجانيه زي دي بالظبط. ويلا بينا نخش على الفيديو. بالنسبه للتجربه المجانيه والشاشه دي هتعرض لك كل حاجه بالتفصيل، هتيجي تضغط على تسجيل، ولازم ان انت تسجل حساب علشان تاخد فلوس بطريقه مجانيه وبشكل مباشر، مش لازم انك تخش تكلم اي دعم ولا اي حاجه. المهم انت هتخش على كلمه تسجيل اللي جنب ليس لديك حساب، وهنا بيقول لك اسم المستخدم، بريد الكتروني، رقم هاتف، وقف واعمل ستوب هنا على رقم الهاتف. الناس اللي بتقول انه بيسحب رصيد والكلام ده ولا اي حاجه من دي، اعمل رقم فيك، حط اي رقم فيك، ما عنديش اي مشكله في النقطه دي. تمام. كلمه سر، تاكيد كلمه السر، انا لست برنامج روبوت ولقد قرات ووافقت على شروط الخدمه. انت كده وافقت على كل حاجه في الموقع. وبالنسبه لرقم الموبايل والله ما في اي مشكله، رقم الموبايل ده حاطينه علشان الناس اللي فيه عندها مشكله في الحساب، او مثلا الموقع حدث تحديث فبيحب انه الموقع يتواصل معاكم على الواتساب بس مش اكتر. تمام. فخليني اعمل حساب قدام عينك كده. هحط هنا مثلا يوزر نيم، وليكن اليوزر نيم ده هبدا ان انا احط معاه كام حاجه كده. والبريد الالكتروني هبدا برضه ان انا احط بريد الكتروني بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ورقم موبايل برضه اكتب اي رقم موبايل زي ما انا عايز. وكلمه سر زي ما انتم برضه شايفين كده، بيدو مثلا، بيدو كده ماشي، بيدو ماشي كده. وابدا اضغط على تسجيل. اهم حاجه كلمه السر تكون صحيحه عشان ما يواجهكش اي مشاكل. زي ما انت شايف كده رصيد مجاني. تمام. طب ايه يا بيدو الواحد ده؟ هو انت بتضحك علينا؟ والله ما بضحك عليك، ركز معايا. هتنزل تحت، عندك قسم خدمه مجانيه، وعندك الخدمه اهي بالشكل ده. هتيجي هنا هتقوم طالب، عندك انستجرام متابعين، هتيجي هنا تحط رابط الاكونت، اهو رابط الاكونت والعدد، تحط 50. تمام. بكام يا عمنا؟ ب5. وانت معاك كام يا عمنا؟ معاك 10. هتنزل تحت حط ال50 يا باشا. تم تاكيد الطلب زي ما انت شايف، لقد استلمت طلبك ب50 متابع، والثمن 5. معاك 5 كمان لو عايز تزود 50 كمان. هتيجي تحت وتختار ال50، او انك تزود 50 لايك، يا 50 متابع يا 50 لايك يا 100 متابع يا 100 لايك. يا رب تكون فاهم قصدي. تمام. لحد كده واحنا ما بنتكلمش اي حاجه مش مفهومه، كل حاجه مفهومه لحد دلوقتي. تمام. عندك الموقع ده بيقدم لك خدمات كتير جدا. عندك متابعين مصريين، عندك متابعين كل حاجه. المتابعين المصريين بيبداوا معاك من $3، وادي دقن اهي، مفيش دقن اصلا انك لو تلاقي اصلا موقع بالشكل ده وبالسعر ده. عندك برضو انستجرام من البرازيل، وفي متابعين بضمان ابتداء من كام يا بيدو؟ ابتداء من 33 سنت زي ما حضراتكم شايفين كده. موقع ب 33 سنت لل1000، بما يعادل 14 ل 16 جنيه مصري لكل 1000 متابع. تمام. طبعا ازاي بقى انت تشحن رصيد في الموقع؟ بس قبل ما اقول لك ازاي تشحن، تعال نشوف بس متابعين وصلت ولا لا. تمام. عندك الانستجرام بتاعي اهو. طبعا المتابعين لسه ما وصلتش، دي متابعين من امبارح، لسه ما وصلتش بقى المتابعين دي. تمام. خليني اخلص الشرح والمتابعين تبدا توصل معايا علشان ااكد معاك كل حاجه. وزي ما انت شفت في اول الفيديو انا مش هكذب عليك في حاجه. ماشي. خليني اقول لك بس طريقه الشحن على الموقع علشان لو حابب ان انت تشحن وتزود اعداد كتير. خليني استخدم الاكونت بتاعي انا بقى الشخصي اللي انا شاحن عليه فلوسي. هاجي هنا اضغط تسجيل خروج علشان ااكد لك ان انا لما شحنت انا شحنت باكتر من $1000. ماشي. اسم المستخدم. تمام. عندك اهو ده الاكونت بتاعي الشخصي وعليه رصيد، والله انا اللي حاطه بفلوسي، محدش والله حاطته لي خالص. عندك $61 اهو.
وشاحن عن طريق الباير. اوكي. وعندك انفقت معنا $1082. ازاي بقى ان انا اشحن على الموقع ده بفلوسي؟ ازاي؟ ركز معايا. هاجي هضغط على الثلاث نقط اللي فوق على الشمال او الثلاث شرطات، وبعد كده اضغط على شحن الرصيد. شحن ايه؟ شحن الرصيد. هاجي اضغط عليها بالشكل ده، وبعد كده اضغط على طريقه الدفع اللي حضراتكم شايفينها. تقدر تدفع عن طريق الفيزا، على الفودافون كاش، على البيرفكت ماني، على الباير تحويل اساسيل او اسيا سيل، وعندك ايه اللي هو الفاست باي ده انا الصراحه ما اعرفهاش، فانا عن نفسي بحب باير، يعني اقدر ان انا اشحن عن طريق باير. وفي نفس الوقت فودافون كاش لمصر بيقول لك الدولار ب 32 جنيه، بتاخد كده الرقم نسخ، تروح لاي سنترال قول له بعت لي 32 جنيه على الرقم ده فودافون كاش، تمام؟ وبعد ما يبعت لك خد رقم الراجل اللي بعت الفلوس، الرقم الراجل اللي بعت لك الفلوس منه، تمام؟ ودوس على الرابط ده، ماشي؟ المفروض انت بعت الفلوس للرقم ده ايا يكن المبلغ كام بقى، تمام؟ وهتيجي على الرابط ده عشان يضيف لك الرصيد مباشر، ولا هتكلم دعم ولا هتكلم اي حاجه. حط الرقم اللي انت بعت منه الفلوس اللي هو بتاع السنترال او رقمك، شوف اللي انت عايزه، وهنا المبلغ اللي انت بعته، بعت 50 جنيه، بعت 60، بعت 1000، حط يا باشا المبلغ هنا. اسم الحساب اسم حسابك على الموقع، اليوزر نيم بتاعك علشان يضيف لك الرصيد عليه، تمام؟ وبعد كده بتدوس على تاكيد المبلغ، وفي خلال نص دقيقه بالظبط بعد التحويل بيبدا ان هو يجيب لك الشكل ده ويوديك على رصيدك الحالي زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام؟ عندك القسم فيه خدمات كتير جدا، عندك خدمات يعني عندك حقيقي ريلز اهو، بص عامل كام؟ ال1000 عامل اقل من ربع دولار حرفيا، واسعار جميله جدا. عندك برضو التيك توك، عندك ال1000 تيك توك عامل كام؟ خلينا ننزل تحت شويه كده، حدود $1، الاقل كمان من $1 ب 80 سنت، 81 سنت. فاسعار بجد جامده، يعني من وجهه نظري انا كشخص ليا خبره في المجال بقالي اكتر من 3 سنين، فلا ما بشوفش الاسعار دي في مواقع كتير. خلينا نشوفوا المفولورز وصلت ولا لا، لان بصراحه ما بحبش السيرفر اللي بتتاخر، تمام؟ المفروض ان السيرفر ده بيتاخر معاك شويه، وانا مش هخرج من الفيديو ومش هسكت غير لما المتابعين كلها توصلني، تمام؟ اتفقنا؟ امين يابا امين. بس في اغلب الاوقات العدد بيوصلك في خلال اليوم، يعني خلال نص ساعه، ربع ساعه، 10 دقائق، زي ما انت شايف، تمام؟ حدث الصفحه جالك، بدا يجي لك اهو العدد، تمام؟ حدث تاني، تمام؟ بدا يجي لك برده العدد اهو زي ما انتم شايفين. في منهم حسابات حقيقيه، في منهم حسابات فيك، في منهم حسابات اجانب، في منهم حسابات زي ما انتم شايفين كده بينزلوا ستوريز. في حدث الصفحه كده تلاقي المتابعين كلها وصلت. بالنسبه للموقع لو جينا خرجنا كده تسجيل الخروج وندخل على الحساب اللي احنا لسه عاملينه، تمام؟ المفروض ان احنا معانا 5 سنت اهو لسه ما اتصرفش معانا. هتيجي كده على الطلبات، قسم الطلبات اللي فوق ده، وزي ما انت شايف بيقول لك قيد الانتظار، تمام؟ لما يقول لك قيد التنفيذ يبقى هو بيبعت لك العدد. اوكي ممكن تلغيه عادي زي ما انت عايز، انا ما عنديش مشكله. 50 كل حساب بتسجل بيه طبعا بتاخد عدد متابعين، ولكن انا بقول لك تجربه لمده 24 ساعه، فلو سمحت لو حابب تجرب على اكتر من اكونت انا ما عنديش مشكله، بس ما تعملش 100 حساب وتجرب على اكونت واحد. وهو يا سيدي العدد وصل لك، لو حدثت الصفحه كده العدد ما بيخلصش، افضل حدث الصفحه برضو معاك كده، العدد مش هيخلص. وده الجزء الثاني من سلسله انك ازاي تزود المتابعين بتوعك لاكتر من 5000 متابع في اقل من 10 دقائق، كجزء تاني طبعا للجزء الاول اللي ضرب معانا. ويعني افضل حدث ببص انت وانت قاعد كده، افضل حدث على المتابعين اللي هتجيلك، فاهمني؟ اهم حاجه تكون فاهمني، تمام؟ زي ما انت شايف كده، واظن كده المتابعين كلها وصلت. ما تنساش انك تاخد التجربه المجانيه، ودي من اهم الحاجات اللي ممكن تستفيد بيها. كل اسبوعين زي ما قلت لك هبدا ان انا اعمل تجربه مجانيه للويب سايت ده، وان شاء الله ربنا يوفقكم. طبعا ساعات الطلبات دي بيبدا ان هو يقول لك مثلا قيد المعالجه او كده وهو بيبعت لك، فما تثقش قوي في النقطه دي. اهم حاجه تتابع الاكونت، وفي خلال اليوم هيبداوا يزيدوا لك عدد المتابعين ايا يكن العدد، وما تقلقش خلال اليوم يعني ساعه، ساعه ونص، ربع ساعه، تلت ساعه. فانا عشان وقت الفيديو زي ما قلت لك كده انهم وصلوا، طبعا قفلت الفيديو شويه وبدات افتحه جالي عدد متابعين. بس كده، اشوفكم فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.